السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحوال طيبه. مبروك عواشركم ورمضان راه على الابواب. كنتمنى ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والهنا وطولة العمر وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا رب. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم بغيت نتقاسم معكم حلوى بالتمر والقرقاع، وما نطولش عليكم ندوزو مباشره للمقادير وطريقه التحضير. اذا هنا عندنا التمر، غنحيدو له العظم ونديروه يتفور واحد 10 دقائق بما رطب، من بعد نطفيو عليه نخليوه يدفى وغادي نطحنوه بهذا الشكل. هنا كندير كميه قليله باش يطحن ليا مزيان، وغادي نبقى نستمر في العمليه حتى نكمل الكميه ديالي ديال التمر. وهنا كما كتشوفوا بعد ما كملت الكميه ديال التمر حصلت على عجين غادي نوضعه في الثلاجه يعني يشد راسو شويه، ومن بعد غادي نخلط معاه القرقاع. وانتم عندكم حريه تضيفوا اي نوع من المكسرات. ثم من بعد غادي نجيب زنجلان بيض كما كتلاحظوا معايا في الفيديو، وغادي ناخذ العجينه ديال التمر وغادي ندوزها في هذا الزنجلان حتى نحصل على بحال عصيات هكا على حساب السمك اللي بغينا. غادي نبقى نحرب لهم مزيان في الزنجلان حتى يتماسك معايا مزيان. التمر كل ما خليتوه في الثلاجه كل ما مزيان غادي يسهل عليكم مأموريه. هنا كنت زربانه شويه ما خليتوش يبرد مزيان وخدمت به. وانتوما الا عندكم الوقت خدموا يعني ديروه في الثلاجه واحد الوقيته عاد خرجوه. اذا هنا كما كتشوفوا غادي نبقى نمرر بهم داك الزنجلان البيض حتى غادي نكمل العجينه ديالي. اذا هنا ملي كنكمل الكميه ديالي كنمشي ندوب الشكلاط. عندي شكلاط بيض وشكلاط كحل. نتوما بغيتو غير ديروا غير الكحل ديروه، بغيتو غير البيض ديروه. اذا انا بغيت ننوع شويه. هنا غادي نبقى ناخذ وحده بوحده، غادي ندير حفره في الوسط على شكل يعني على الطول ديالها. انا كنخدم غير باليد ديالي، نتوما تقدروا تستعنوا بشي اداه. هنا كما كتلاحظوا بعض الجوانب غادي تلقاوهم طالعين هابطين، شي طالع شي هابط. هادوك فيهم لي مورسو ديال القرقاع. انا تعمدت اني نخليهم يعني ما نهرمشهمش ولا نطحنهم باش كيجيو زوينين في المذاق. ملي كتاكلي الحلوى كتجيك زوينه داك بحال يعني كيجيو مقرمشين، ماشي بحال الا كان القرقاع مطحون. اذا هنايا غادي ندير نفس الطريقه الكميه اللي باقا عندي، ومني غادي نكمل غادي نزينهم بالشوكولاط.
بعد ما كملت التزيين بالشوكولا غادي نقطعهم على حساب يعني على حساب الذوق، على حساب الرغبة ديالكم. أنا اختاريت نقطعهم على هاد الشكل هذا، كيجيو زوينين وخفاف، يعني حتى إلا كليتي شي وحدة ما غاديش يعني تقهمك ولا كتجي خفيفة وزوينة. إذا غادي نقطعهم كاملين ومن بعد غادي نديرهم في كويغطات خاصين بالحلوى، ونتلاقاو إن شاء الله باش تشوفوا معايا الشكل النهائي للحلوى ديالنا. إذا مشاهدينا الكرام هذا هو الشكل النهائي للحلوى، كيجي زوين لا في الشكل ولا في المذاق، كيجي روعة. جربوها وما غاديش تندموا عليها، الصراحة كيحماقوا عليها وليداتي. كنتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد. وقبل ما نختم في الفيديو كنبغي نشكركم بزاف بزاف على التعليقات الإيجابية وعلى الدعم ديالكم والتشجيع المتواصل للقناة ديالي. إذا نتلاقاكم في فيديو جديد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.